إذاعة صوت الحرية. صوت حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. السادة المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وأحييكم عبر أثير إذاعة صوت الحرية، صوت حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، متمنين لكم غدا أجمل الأوقات مع فقرات برامجنا لهذا الأسبوع، والتي نبدأها النشرة الإخبارية وهذا موجزها. فرح حزب الشعب الديمقراطي الإريتري بمدينة كلن الألمانية يعقد اجتماعا هاما. القيادة تعقد اجتماعا لأعضاء الحزب بأمريكا الشمالية. في 6 نوفمبر 2012 عقد فرع حزب الشعب الديمقراطي الإريتري بمدينة كلن الألمانية اجتماعا هاما بالمدينة. حضر الاجتماع كل من السيد أفورق أباي وإسحاق ولد مريم عضوي إدارة قطاع ألمانيا. هذا وقد افتتح الاجتماع ماله خطاب إداري من السيدة أديم تفري عضو لجنة الفرع والتعريف بضيوف المؤتمر ومخاطبيه. تناول الأخ أفورق أباي الوضع الإريتري العام إلى جانب الأسلوب النضالي الذي اتبعه الحزب في إسقاط نظام الهدف الدكتاتوري إبداله بنظام ديمقراطي وتصورات الحزب المستقبلية، ثم تناول معاناة شعبنا بالداخل والمنفى ومجهودات الحزب في مناشدة المجتمع الدولي لتخفيف تلك المعاناة. أما ضيف الاجتماع الآخر الأخ إسحاق ولد مريم فقد تحدث بإسهاب عن دور الشباب في الماضي والحاضر وضرورة تصديهم بفعالية لمسؤولياتهم التاريخية والوطنية، بدءا من المشاركة الفعالة والنشطة في النضال التحرري الحالي بناء دولة المستقبل الديمقراطي في إريتريا، مؤكدا أنه لا عمل ناجح يتم بمعزل عن مشاركة الشباب. عقب ذلك فتح الباب للحضور لإدلاء أسئلتهم وآرائهم عما طرح في الاجتماع. الشباب من جانبهم قالوا إن انضمامهم لحزب الشعب الديمقراطي الإريتري إنما يعبر عن تفهمهم لمعاناة الشعب وإدراكهم لمعنى وجدوى النضال. إنهم عبر حضورهم الاجتماعات والمشاركة في التظاهر ضد النظام يعبرون عن دورهم المتواضع في قيام بعض الجهد في هذه المعركة النضالية، وإنهم حتى يقوموا بدورهم النضالي على وجه الأكمل يستلموا أمانة وصاية الشهداء يحتاجون إلى تزويدهم بالخبرات والتجارب النضالية والتاريخية الصرة، داخل إلى تقديم العون لهم في حلحلة مشاكلهم الاجتماعية والفردية. وأخيرا اختتم الاجتماع ماله بوقوف تحية لأرواح الشهداء. في 11 نوفمبر 2012 عقدت قيادة الحزب اجتماعا رسميا ضم عضوية الحزب في جميع أركان قارة أمريكا الشمالية، وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيب من السيد يوسف هيلي رئيس إقليم أمريكا الشمالية، وخاطبه كل من السيدين تسفى ميكائيل يوهنس وتسفاي ولد ميكائيل دقيقة والسيدة إريتري أرازار أعضاء المكتب التنفيذي. كما شارك في الاجتماع والمداخلات السادة مسفن حقوز ألم يوهنس وغويتوم إمام أعضاء المجلس المركزي للحزب. هذا وقد عقد الاجتماع عبر النظم الرابط الإلكتروني بمركز الاجتماع ليشارك فيه من لم يتمكن من الحضور الشخصي. خصص الاجتماع لتنوير الأعضاء عن قرارات دورة
المجلس المركزي الثانية وخطة عمل الحزب للفترة القادمة، والاستماع إلى آراء مقترحات واستفسارات العضوية بهذا الإقليم. كذلك تناول الاجتماع الوضع الراهن في أريتريا من معاناة شاملة بالداخل وتدفق هجرة الشباب إلى الخارج بعد أن تحولت البلاد على الطغمة الدكتاتورية إلى سجن كبير. أيضا تخلل الاجتماع مناقشات سرى للعديد من الشؤون التنظيمية الداخلية، وتم التوصل فيها إلى قواعد وخلاصات ملزمة للقيادة والقاعدة. على مستوى قضايا المعارضة، رأى الاجتماع ضرورة العمل للمزيد من استقطاب الجماهير إلى صفوف المعارضة لتعجيل بإسقاط النظام الدكتاتوري عبر انتفاضة شعبية عارمة. أخيرا اختتم اجتماع أعماله بتوصية بضرورة تكرار الاجتماعات واللقاءات بين العضوية والقاعدة فضلا عن القواعد الجماهيرية العامة. Eddie
السادة المستمعين، ننتقل بكم الآن إلى التعليق السياسي الأسبوعي تحت عنوان الوعي والتنظيم من أجل النصر العاجل. أبجديات الفلسفة السياسية وتجارب العالم من حولنا تقول بضرورة امتلاك الوعي لإدراك ما يجري، ثم النضال في أطر منظمة لتحقيق النصر أو الهدف المنشود. وكل من يعمل بمعزل عن هذه القاعدة السياسية الأساسية لابد أن يسير إلى الخلف لا إلى الأمام. وقد نفهم أن يتحسس النظام الدكتاتوري من أي محاولة لتنظيم وتوعية الشعب الأريتري، فيقول لن نسمح بتكاثر تنظيمات. وكل إنكار لهذه الحقائق بضرورة الوعي والتنظيم لابد أن تلتقي في نهاية المطاف مع رؤية الدكتاتورية في رفض التوعية والتأطر. علم أصحابها ذلك أم لم يعلموا، إلا أن ظهور مثل هذه الرؤية المعادية وسط المعارضة أمر لا شك يبعث على الحيرة والتساؤل. حزب الشعب الديمقراطي الأريتري يرى ضرورة تأطر جماهير الشعب في أوعية تنظيمية لتحقيق النصر. تجارب عالمنا اليوم تدل على أن التنظيم والانضباط التنظيمي كان العامل الأول في نجاح الثورات الشعبية، علما أن الدكتاتوريين الذين أطيح بهم في تلك الثورات ظلوا طيلة أعمارهم يعادون تنظيم الشعب وتأطره على شكل أحزاب سياسية. لذلك فإن حق التنظيم حق مكتسب عبر نضالات دؤوبة لشعوب كثيرة. وفي أريتريا نفسها لم يظهر الوعي التنظيمي وتشكل الأحزاب إلا بعد زوال العهد الفاشستي الدكتاتوري للمستعمر الطلياني. لقد عبرت الأحزاب السياسية التي نشأت في أريتريا في حقبة الأربعينيات والخمسينيات عبرت عن مستوى الوعي السياسي والتنظيمي الذي بلغه الشعب الأريتري آنذاك. فقد كان الأريتريون وقتها في مرحلة يختلط بها الاقتصاد والثقافة الإقطاعية والرأسمالية، وبالتالي لم تكن أحزاب تلك الفترة لتخرج عن التأثر بطابع عصرها وبيئتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك فقد أورثت تلك الأحزاب الأجيال السياسية التالية لها تقاليد عمل سياسي تعلمت منها التشكيلات السياسية الوريثة الكثير. فقد لعبت تلك الأحزاب الوطنية دورا كبيرا في توعية واستنهاد الشعب. لقد علمت الشعب أن التنظيم والتأطر من أفضل أشكال النضال. والنظام الكهنوتي لهيلي سلاسي أيضا في محاربته للوعي والتنظيم السياسي وسط الأريتريين كان يركز حملاته على القوة المنظمة أكثر من القوة العاطفية المبعثرة. وعند فشل النضال عبر قنوات التنظيم السياسي السلمي انتقل الشعب الأريتري إلى مرحلة تنظيمية أخرى، ألا وهي مرحلة الكفاح المسلح بقيادة حركة سياسية منظمة ومسلحة. بيد أن قادة الكفاح المسلح رأوا فيما كان سائدا في الخمسينيات من تعدد حزبي تجربة سلبية يجب أن تمنع وتحارب، وعملوا بقوة على إلا تتعدد التنظيمات أو الأحزاب المسلحة. ونحتوا في تلك المرحلة قاعدة أن الساحة الأريترية لا تتحمل أكثر من تنظيم، إلا أنه وإن كانت نوايا هؤلاء القادة من هذا التشريع المانع للتعدد التنظيمي لم يحل منعها دون ولادة عدد من التنظيمات المسلحة وغير المسلحة. وبالتالي أثبتت الساحة الأريترية عمليا أنها وبالفعل تتحمل أكثر من تنظيم، وأن الضيق بالآخر وإقصائه ليس في الأرض إنما يعشعش في عقولنا. وبما أن حق التنظيم حق أساسي لأي شعب من الشعوب فإنه لابد أن يجرف في طريقه كل ممانعة في إرسائه وتطبيقه. إن وجود تعدد تنظيمي وسياسي ليس بإشكالية لدى الشعب الأريتري، ولا يعاب عليه ولا يلام. وكل من يضيق بهذا التعدد مشكلته وضيقه يعودان إلى شيء في نفسه، لا إلى عيب أو ملام في التعدد واختلاف الرأي. وكل المعارضين لهذا الحق من قادة النضال المسلح وإلى النظام الدكتاتوري الحالي وإلى بعض المنادين بتأطير كل الشعب في إطار واحد في أوساط المعارضة يجمع بينهم خيط واحد، ألا وهو الاعتراض على حق التنظيم واعتباره خطرا على الشعب. إن هذه الدعوة وإن اختلفت في الشكل فهي واحدة في المضمون. إن الشعب لا يتضرر من وجود التعدد الحزبي في نفسه، ولكن قد يصيبه الضرر أحيانا من عدم قدرة التنظيمات المتعددة على إدارة خلافاتها بطريقة بناءة وحكيمة.
وقد حاولت أحزاب الخمسينيات أن تحل خلافاتها عن طريق موائد الحوار والتفاهم، لكنها لم تنجح في ذلك. ونفس الوضع ينسحب على تنظيمات الكفاح المسلح التي فشلت في جمع صفوفها ورص طاقاتها في محاربة العدو المحتل، وكذلك الحال في تنظيمات المعارضة الحالية التي فشلت في مواجهة النظام وحسم خلافاتها بالحوار. والتحدي القائم أمامنا اليوم يتمثل في حسم هذه الإشكالية في الحوار والتفاهم. وعندما نفكر في حل معضلة الخلاف لا نعني بذلك أن نزيل الاختلاف من أساسه أو أن نقضي عليه، ولا نريد أيضا أن ندع البرامج السياسية المختلفة والمتباينة على الرف، بل نريد خلق وحدة تستوعب هذا التعدد والاختلاف. أي يجب أن يدير الجميع خلافاتهم وأن يرسوا جميع الطاقات على اختلاف أساليب النضال والبرامج في سبيل التصدي للنظام الدكتاتوري القائم. يجب على تنظيمات المعارضة أن تتفق على برنامج للحد الأدنى وأن تدير خلافاتها في برامج حدها الأعلى بالحوار وتضييق الفجوة حتى تتوجه كل الطاقات لإسقاط الدكتاتورية. عليها أن تقدم ما يجب تقديمه وأن تؤخر ما يجب تأخيره في معركة التصدي للنظام، وهذا بالطبع لا يتآتى إلا بإدراك التنظيمات أن الحد الأعلى من برامجها الخاصة ورفاهية الشعب لن يتحقق إلا بعد زوال النظام الذي يتطلب زواله الآن الاتفاق على برنامج الحد الأدنى. أما من يزعمون أن اتفاق اليوم على برنامج الحد الأدنى وتطبيق البرامج الأعلى سقفا في القد سوف يؤدي إلى الاشتباك بين القوى المختلفة برامجيا وفكريا، هؤلاء لم يفهموا برنامجنا وطرحنا النضالي. فحزبنا مثلا لا يؤمن بالنضال العنفي أو المسلح حتى في مواجهة النظام الدكتاتوري القائم، والمراد إسقاطه ناهيك من أن يدعو للقتال والعنف بعد زواله. برنامج الأحزاب والتنظيمات الأخرى بدورها كلها تتفق على حرية التنظيم والتعددية الحزبية في أريتريا فيما بعد الدكتاتورية، وإن كل صعود إلى السلطة أو التنحي عنها يجب أن يكون بواسطة الانتخابات والاختيار الحر للشعب. حزبنا يرى النضال عبر التأطر في أوعية سياسية منظمة على اختلاف البرامج والغايات أمرا صائبا في حد ذاته، وكل ما ينقصنا هو الاتفاق على حسن إدارة خلافاتنا وتوجيه الطاقات إلى إسقاط النظام. فنحن نرى كل محاولة لرص الجهود لتحقيق الهدف المشترك الأعلى محاولة سائبة رغم ما يصاحبها من قصور ونواقص، وكل ما يسعنا أن نقوم به هو أن نسعى لاستكمال النواقص وترميم ما تهدم من أبنية في الطريق الصحيح. ولا نرى أن الحوار والتفاهم مع الآخر يتطلب بالضرورة إلقاء السياقة التنظيمية الخاصة ودمجها قصرا. ورسالتنا للشعب الأريتري في هذا السدد نوجزها في الشعار التالي: لابد من الوعي والتنظيم لتحقيق النصر العاجل. الثورة تتحبركو
الحوار ضرورة حتمية لحل كافة الإشكالات. يقف النضال الأريتري اليوم على مفترق طريقين يسير عليهما فريقان: فريق الدكتاتورية الآيلة للانهيار، وفريق المعارضة الراغبة في تبديل الدكتاتورية والإطاحة بها. لقد مر الصراع الأريتري بمستويات مختلفة من التقلب والاستقامة، وما تزال حالة التقلب هذه مستمرة، إلا أن المؤكد أن هذا الصراع سوف ينتهي بانتصار إرادة الشعب الأريتري وقواه المعارضة، وعند ذلك سوف يرى المقترون بقوة النظام الحالية مدى صدق هذه الحقيقة. إن إعجاب الملتفين حول النظام بقوته الحالية لا يعبر عن قصر آفاقهم وعدم ارتفاعهم إلى مستوى الإبصار الحاد لعموم الشعب الأريتري في الوقت الراهن. وهذه النماذج المبهورة بالقوة يصعب عليها تفهم أي تطور يقضي على النظام، دعك من انبهارها الحالي بقوته الظاهرة للعيان. المعارضة وعلى الرغم من تمكنها من تجنيد قطاعات واسعة من الشعب في صفوفها، إلا أنها ما تزال عاجزة عن إقناع قطاع لا يستهان به بقطع صلاته بالنظام بصورة نهائية وقاطعة. ولكن كيف الطريق إلى ذلك؟ كيف الطريق إلى التعجيل بسقوط النظام وتقصير أمد معاناة شعبنا ووضع الحد لها؟ الحل في سيادة الحوار والتفاهم بين مكونات المعارضة لحلحلة جميع إشكالاتها وخلافاتها. ولينجح الحوار بيننا علينا أن نقيم مسيرتنا الحالية فرادي ومجتمعين. ففي معسكر المعارضة اليوم جانبان، إيجابي وسلبي: استمرار الكل في معسكر المعارضة من أحزاب، تنظيمات ومنظمات مجتمع مدني في مقاومة وتحدي النظام الدكتاتوري في أريتريا أمر إيجابي، وعمل تلك القوى على ابتداع مختلف الوسائل لتقوية معسكر المعارضة، وعلى الرغم ما يعترض ذلك ويعترضه من معوقات وسلبيات نعده أيضا من إيجابيات المعارضة. وكل ما نكره في هذا الأمر هو ادعاء الكمال ونهاية الإبداع لتلك الجهود والمحاولات الفطير منها والناضج. يجب أن نتواضع ونعد جهودنا دون الكمال بكثير ما لم تتحد عقبة تحقيق التفاف كافة قطاعات جماهير الأريترية حول المعارضة وترك النظام عاريا من أي سند جماهيري. من ناحيتنا في حزب الشعب الديمقراطي الأريتري نعترف أننا لم نزل مقصرين في هذا المجال، لذا يجب أن يضاعف كل طرف معارض جهوده لتعزيز نضاله في إقناع كافة الشعب الأريتري بالالتفاف حول معسكر المعارضة. وبالتالي نرى أن الطريق إلى مضاعفة تلك الجهود هو الحوار الموسع بين أطراف المعارضة في كيفية رفع مجهوداتنا إلى مستويات أفضل. والحوار بدوره يتطلب في المقام الأول إزالة الحواجز النفسية المعيقة للحوار بيننا، كما أن ادعاء احتكار تمثيل الشعب والوطن والمعارضة وكل شيء لم ينفع النظام الدكتاتوري، فكيف يفيد معسكر المعارضة يا ترى؟ وكل الأشكال والأطر التنظيمية السائدة على مستوى المعارضة كتنظيمات أو تحالفات وتكتلات جبهوية، وإن كنا لا ننكر أنها تؤطر أو تساهم في تأطير الشعب، إلا أنها بالتأكيد قاصرة حتى عن تأطير وتمثيل المعارضة، دعك من الشعب الأريتري بأسره. ولو كنا قد نجحنا في وصول مثل هذا المستوى من التوحد والانسجام لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ترد عميق. إن أحد أهم الأسباب والعوامل المعيقة للحوار والتوافق بين مكونات المعارضة هو عدم القراءة الصحيحة والتقييم للنفس قبل الآخرين. ماذا نعني بهذا؟ نعني به أن التعامي عن القصور في الذات يعيقنا عن التقييم الصحيح لكل من أنفسنا والآخرين. إن الادعاء بأن 5=10 والإصرار على صحة هذا الادعاء لابد أن يجعل كلا من الساحة السياسية والسوق الاقتصادية تضطرب أيما اضطراب. إن الاعتراف بالحقائق المرئية بالعين المجردة عامل لا شك سوف يساعدنا على الوصول إلى مائدة الحوار. لذا يجب أن يكون حوارنا من أجل إسطاب المزيد من الجمهور إلى صفوفنا، وليس فقط الحفاظ على ما لدينا الآن. وكل نمو وتمدد لعضوية
تنظيماتنا وأحزابنا لن يتحقق إلا بضم المزيد من الشعب إلى صفوف المعارضة، وليس الاقتصار على أجزاء أو قطاعات منه. وإذا جعلنا كيفية استقطاب أكبر قطاع ممكن من شعبنا إلى صفوفنا في قلب أهداف التحاور بيننا، فلا شك في انتصارنا. أما إذا حصرنا جهودنا في الحوار على تحقيق مصالحنا الذاتية أو التنظيمية فقط، فسوف نعيد لعبة القط والفار القديمة بيننا، حيث المكايدة وتدبير المغالب لبعضنا البعض وترك المصلحة العامة جانبا، وهذا بالطبع سوف يجعلنا نراوح مكاننا لا نغادره متقدمين إلى الأمام. لنبدأ أولا بتقييم أنفسنا على حدة، ولنصل عبر التحاور والتفاهم إلى التقييم الصحيح لوضعنا الداخلي، لنتعرف من ثم على جوانب ضعفنا وجوانب قوتنا، لنحاول أن نرى حقيقة وجهنا في المرآة من كل الجانبين السلبي والإيجابي، وكل نتيجة حقيقية نخرج بها من هذا التقييم الحقيقي والجاد لذواتنا سوف تساعدنا كثيرا في التقدم نحو الأمام، كما ستساعد شعبنا على سلوك الطريق الصحيح. وكما نعلم فإن كل تحرك للمعارضة قد يصلح أو يضر الشعب، فإننا يجب أن نعمل على التحاور حول كل ما من شأنه أن يساعدنا وشعبنا على الالتئام والانسجام من تقاربات وتفاهمات. سلاح تمهر تمرمر نعقيا زهاجر نعقيا زهاجر نعقيا زهاجر نعقيا إريترا نعقيا زهاجر نعقيا زهاجر نسخاي غاقلو رمس معلنا إريترا تسوى فتصام تعمر عيال من كوركور نغنيت وشفا تماهير كابطمو عيس عالمنا نايم عمالك وعزو مسكي زيت غادادر يعبي فنتسكا نغرات وعزو من اسينا يلو تعايلي سراح تماغان تمرامر نعقان نزاقر نعقا يا إرترا نعقا فلتتيو تسكا زي برسنا يزرعلم آبتي روحو عيكونم كتبتعو السماء تفر كواهبتي مسماري عصري إريترانا أفايلا تعرفلو وكلو نفسا غيلا لمتوتات زمانات منو من اسينا يلو تعايلي سراح تماغر تمرامر نعقا نزاقر نعقا يزاقر نعقا لا 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 لغالغا سراح تمغل تمرامر نعقا نزاقر نعقا يزاقر نعقا يزاقر نعقا إرترا نعقا يزاقر نعقا يزاقر نسخاي غاقلو ما اسمع بالنا إرترا تسوى فتصام
نادم لعبي فتتك نقرات كتكنسو من اسينا يلوت عيلي سرح تماغر تمرامر نعقا نزاقر نعقا يا إرترا نعقا يلتتي وتسكا زي برسنا يزلال ماتي روحو ايكونن كتبطعو السماي تبر كواختي مسماري عصبي إريترانا أفوي لا تعرفلو وكلو نفسا إلا بمتوتا زمانات المنو جيقناهم كيبلكا دفير جيقننتنات كالي الساقا تفتري الساقا جيقناهم كيبلكا مع الحدري جيقننتنات كالي تاريخي مسكاري تاريخي مسكاري تاريخي مسكاري تاريخي مسكاري زي بتاع نقر يلا زي بالسرح بتاعني زي كألون يلا قطعتي فتاري زي بالسغا خبرتا زي بالسغا وحلسا زي بالسغا يغرائي زي بالسغا والتسوى عطامن زي السرح مو زي تماغر زي تمرامر عطامن زي تمرامر نعقايا زغر نعقا نأترا نعقا نزغر نعقا نأترا نعقايا زغر زي بتاع نقر يلا زي السرح بتاعني زي كألون يلا زي عطعتي فتاري زي مسغاي غلوتي زي مسغاي غحيني زي مسغاي غتنفس زي مسغا ومتني عطامن زي سرح مو زي تماغر زي تمرامر عطامن زي سرح مو زي تمرامر زي نعقايا زغر نعقايا زغر نعقا يا إرترا نعقا يا إرترا نعقا يا زغر 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 زي بتاع نقر يلا زي بالسرح بتاعني زي كألون يلا قطعتي فتاني زي بالسغا خبرتا زي بالسغا وحلسا زي بالسغا يغرائي زي بالسغا والتسوى عطامن زي سرح مو زي تماغر زي تمرامر عطامن زي سرح مو زي تمرامر زي نعقايا زغر نعقايا إرترا نعقايا زغر نعقايا إرترا نعقايا زغر نعقايا إرترا نعقايا زغر. السادة المستمعين الأعزاء، وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام برامجنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.